شايفين الفطير وحلاوته؟ يلا نشوف هنعمله ازاي. الكل بيحبه بس مش كله بيعمله. هنعمله النهاردة بأسهل طريقة. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. أول شي معايا 3 معالق كبار مليانين من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح. حطيتهم في بولة وهنزل بالمية. طبعا المية بننزل بيها شوية شوية. هدوب السكر والملح كويس، وبعد كده معايا كيلو من الدقيق نزلت بيه على المية اللي فيها الملح والسكر، وهعجنهم كويس لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب. وهنشوف اخد معانا مية قد ايه. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. اول ما الدقيق كده اتخلط مع بعضه، اخدتها على الصينية او الرخامة وهعجن فيها كده لحد ما تلم معايا واحصل على عجينة حلوة. الفطير ما يتعجنش كتير يا جماعة علشان ما يربيش عرج يعني. اهو كده ابتدت تلم معايا العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه. هاخدها كده وهدهن الطبق او البولة اللي كان فيها العجين، هدهنها بالزيت وهدهن العجينة زيت، وهغطيها وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، يا ريت تحطوا لي لايك وتشجعونا بكومنت حلو علشان معاكم وبيكم نستمر، والقناة تكبر بيكم يا احلى عيلة واحلى اخوات. العجينة بعد ما ارتاحت معانا هعملها كده كور صغيرة، يعني في حجم البيضة او اكبر من البيضة شوية. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. وحاطة طبق فيه زيت، غلفتها بالزيت علشان وشها ما يشجكش معانا. اهو زي ما احنا شايفين. هخلص الكمية كلها وبرضو هسيب الكور دي ترتاح معايا، يعني نص ساعة او ساعة او ساعة ونص. كل ما الفطير معاكي يرتاح كل ما يديكي نتيجة حلوة. ونغطيها بكيس او استرتش راب الموجود. وهو بعد ما ارتاح معانا هنبتدي باول كرة عملناها. الخليط اللي معايا ده زبدة وزيت، او حابة تعملي زيت وسمنة. ولو عملتي بزيت بس هيطلع معاكي الفطير ناشف شوية، لكن زيت وزبدة او زيت وسمنة بيكون معانا طري. وهو دهنا الصينية او الرخامة وفردنا بالشكل اللي احنا شايفينه. وكل ما تلاقي الفطيرة مش ماشية معاكي، باللي ايديكي من المادة الدهنية وافردي كده من بره، من جوه لبره، من جوه لبره، وهتتفرد معاكي بكل سهولة ان شاء الله. اهو شايفين. واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت يحط لي لايك يا جماعة، فضلا وليس امرا. ونركز على الاطراف علشان الاطراف بتكون تخينة شوية. بعد كده هبتدي اطبقها على شكل ظرف او شكل مربع. شايفين الفطيرة؟ بسم الله ما شاء الله. رقيقة كده وشفافة، يعني باين منيها الصينية من تحت. وما تخافيش لو اتقطعت معاكي زي ما اتقطعت معايا هنا، كله هيتدارى، يعني مفيش حاجة لا هتبان. وهتشوفي النتيجة معانا فطير، وهتعملي احلى فطير بالطريقة دي. لو انتي اول مرة بتعملي، جربي في نص كيلو دقيق وان شاء الله هيطلع معاكي احلى فطير. اهو زي ما احنا شايفين. هسيبها على جنب وابتدي افرد الكورة التانية اللي هو الراج التاني. اهو دهنا الصينية ودهنا الراج التاني او كورة العجين التانية، وهو فردناها بنفس الطريقة من جوه لبره، وحطينا فيها الراج اللي احنا عملناه الاول وبرضو طبقناها على شكل ظرف. وده الراج الرابع والاخير يا جماعة. اهو ده الراج الرابع في الفطيرة. وبرضو اهو حطيته كده واديت دهنة من الزبدة، والناحية التانية برضو دي فيها زبدة برضو اديته دهنة. وكده برضو طبقتها بالشكل اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هألفها كده على شكل كورة
وهحطها في صينية الخبز. الصينية الخبز دي مدهونة دهنة زيت خفيفة خالص خالص. وهنا برضو هسيبها ترتاح لمدة ساعة وبعدين افردها. وكده هبتدي بعمل في الفطيرة رقم 2، وهخلص كل الفطير بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض. انا كيلو الدقيق عمل معايا 20 كورة، وعملوا 5 فطاير. كل فطيرة بتتكون من 4 رجات. هكمل كل الفطير كده مع نفسي وبعدين ارجع لكم عند التسوية. وطبعا الفطير اللي احنا سيبناه يرتاح مغطيين وشه علشان ما ينشفش، وده خليط من الزبدة والقشطة. وخليط الزبدة والقشطة ده هندهن بيه وش اول فطيرة عملناها اهو، وهنفردها قبل ما تدخل الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني الخليط اللي فيه القشطة ده ما ندهنهوش الا قبل ما الفطيرة تدخل الفرن مباشرة. وبعد كده هنسوي طبعا الفطيرة على درجة حرارة عالية مع المتابعة المستمرة. طبعا احنا مولعين الفرن ومشغلينه علشان يكون سخن معانا. اهو شايفين الفطير بسم الله ما شاء الله جابب وحلو ازاي في الفرن. شايفين شكله؟ وده شكله بعد ما خرج من الفرن. على طول كده هديله دهنة زبدة علشان وشه يكون معايا طري وبيلمع بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا انتوا شايفين 4 صواني كل صينية فيها فطيرة، واللي بدهن فيها دي فيها فطيرتين. وهقول لكم ليه. الصينية اللي فيها فطيرتين دول انا كل رجين عملتهم فطيرة واحدة بالسكر، علشان كده ادوني 6 فطاير مش 5 فطاير. لكن لو كان عملتهم 4 رجات زي الباقيين كانوا هيدوني فطيرة واحدة ويكون عددهم 5 فطيرات. شايفين الفطير وحلاوته بسم الله ما شاء الله. وهفتح لكم كمان واحدة. دول الاتنين اللي انا عملتهم بالسكر، كل فطيرة رجين. هفتح لكم واحدة علشان تشوفوا قلبه من جوه ورقيق وحلو ازاي اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله الفيديو بيتكلم عن نفسه. وهناكله طبعا مع عسل اسود بالطحينة او سادة ومش او جبنة قديمة. شايفين طري وحلو ازاي؟ لايك ودعوة حلوة، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.